ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا قلت اصور لكم الفيديو ده بالفانيلا كات دي. الحر دخل علينا فجأة كده من غير اي مقدمات، وشكلنا هنصيف بدري زي السنة اللي فاتت. المهم، ايه اللي ممكن يغير حياة اي بنت 180 درجة؟ في حاجات كتير ممكن تأثر على حياتك، بس في 6 حاجات لو ركزتي عليهم حياتك هتتغير تماما. مش سحر بقى ولا شعوذة ومش كلام تحفيزي فاضي، دي حاجات فعلية لو بدأت تطبقيها هتحسي بالفرق بنفسك. بس قبل ما نتكلم عنهم، عايزك تتخيلي نفسك بعد سنة من دلوقتي. هل هتكوني نفس الشخص بنفس العادات بنفس الطريقة اللي بتعيشي بيها، ولا ممكن تكوني نسخة أقوى أذكى وأحسن من نفسك دلوقتي؟ الفرق الوحيد بس الاتنين هو القرارات اللي هتاخديها من النهاردة. التغيير بقى مش لازم يكون فجأة، ولا محتاج انك تنقلي جبل من مكانه، لكنه بيبدأ بخطوات صغيرة، حاجات بسيطة زي انك تثقي في نفسك اكتر، تعرفي تديري وقتك بذكاء، تتعلمي حاجات جديدة، تهتمي بصحتك، تختاري العلاقات الصح، وتكوني مرنة مع أي تغيير بيحصل في حياتك. في الفيديو ده هنتكلم عن 6 حاجات لو بدأت تركزي عليهم صدقيني هتشوفي فرق رهيب في حياتك. بس خليكي فاكرة حاجة واحدة، مفيش حد هياخد الخطوة غيرك. مستعدة؟ يلا بينا نبدأ. أول نقطة معانا الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي أساس أي نجاح في الحياة. يعني لو مش واثقة في نفسك هتكوني مترددة دايما ومش هتقدري تاخدي قرارات صح. فالثقة بالنفس مش معناها التفاخر بقى، لكن ببساطة إنك تؤمني بقدراتك وتعرفي إنك قادرة تحققي أي حاجة أنت عايزاها. لما تكوني واثقة في نفسك بتتحركي بثبات كده في كل خطوة بتاخديها، وده بيخليكي أقوى في مواجهة التحديات. الناس بقى عادة بيشوفوا الثقة بالنفس في سلوكياتك وطريقة كلامك وحتى طريقة مشيتك. لازم كمان تتعاملي مع نفسك بشكل إيجابي، يعني ما تستهونيش بقدراتك. كل واحدة فيكم كبنات عندها مميزات وموهبة خاصة بيها ربنا اداها لها، المهم انك تكتشفيها وتكوني فخورة بيها. ومن الحاجات بقى اللي بتساعد على بناء الثقة هي الإنجازات الصغيرة. كل ما تحققي هدف صغير كده ده هيزود ثقتك بنفسك ويخليكي مستعدة انك تحققي اهداف اكبر. كمان خلي بالك من الاشخاص اللي حواليكي، الناس الداعمة بيخلوا الثقة عندك تزيد. اما الناس بقى اللي دايما بيشتكوا فبيخلوك تحسي كده بالعكس. فخليكي دايما فاكرة انك مش لوحدك. كل واحدة فيكو كبنات بتتعلم عادي جدا وبتواجه تحديات، لكن الثقة بالنفس هي اللي هتخليكي تكملي الطريق لحد ما توصلي للي نفسك فيه. نقطة معانا إدارة الوقت. إدارة الوقت حاجة مهمة جدا لو عايزة تحققي أهدافك بقى وتنجحي في حياتك. لو مش عارفة تنظمي وقتك هتلاقي نفسك مش قادرة تخلصي حاجاتك بقى وتبقي تحت ضغط دايم. أول حاجة لازم تعرفيها إن الوقت مش قابل للرجوع. يعني لو ضيعتي وقت النهاردة مش هتقدري ترجعي له تاني طبعا. علشان كده لازم تكوني منظمة علشان تديري وقتك بشكل صح. لازم بقى تحط كده خطة يومية أو أسبوعية تحددي فيها الأولويات اللي عندك. يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي لازم تخلصيها الأول وبعدين تبقي قادرة تضيفي بقى الأنشطة التانية في يومك. مش لازم تعملي كل حاجة في يوم واحد لأن ده ممكن يسبب لك طبعا تعب وضغط. خليكي مرنة وواقعية في تحديد الوقت. يعني لو عارفة إن حاجة هتاخد منك وقت أكتر خليكي جاهزة ليها. ممكن كمان تقسمي وقتك لجزء الشغل أو الدراسة ووقت للراحة والترفيه. لما تخلصي شغلك خلي عندك وقت لنفسك، سواء بقى عشان تخرجي مع صحابك أو تشوفي حاجة بتحبيها. ده يخليك اكتر انتاجية وفي نفس الوقت مرتاحة نفسيا. واهم حاجة في ادارة الوقت هي التركيز. يعني لما تشتغلي على حاجة معينة خلي تركيزك عليها بس، وابعدي بقى عن المشتتات زي الموبايل او السوشيال ميديا. ادارة الوقت صدقيني مش بس هتساعدك في انك تنجزي المهام اللي عندك، لكن كمان هتخليك تحققي التوازن بين شغلك وحياتك الشخصية، وده مهم جدا. تالت نقطة التعلم المستمر. هاخد شفطة بس كده.
نسكافيه طعمه حلو. التعلم المستمر مش بس حاجة مفيدة، دي أصبحت دلوقتي ضرورة في حياتنا. يعني لو واقفة بقى عند نفس النقطة ومش بتتعلمي حاجة جديدة، هتلاقي نفسك في الآخر مش قادرة تواكبي التطورات أو توصلي للنجاح في أي مجال. الناس اللي بيحققوا نجاحات كبيرة في حياتهم مش لأنهم كانوا أذكياء، لكن لأنهم دايما كانوا مستمرين في التعلم. التعلم مش لازم بقى يكون في مدرسة أو جامعة، ممكن تتعلمي من خلال قراءة كتب، مشاهدة فيديوهات تعليمية، أو حتى من تجارب الناس اللي حوالينا. العالم كله دلوقتي بقى في تطور مستمر، وكل يوم في حاجة جديدة ممكن تعمليها وتتعلميها كمان، سواء بقى في مجالك او في الحياة بشكل عام. مثلا لو مهتمة بمجال معين ممكن تقرأي مقالات او تحضري كورسات ليه، حتى لو صغيرة. ده هيزود من معرفتك وهيساعدك تكوني اكتر كفاءة. ومن الحاجات بقى المهمة في التعلم المستمر هو انك تتعلمي من اخطائك وتجاربك، لان كل تجربة في الحياة بتعلمك حاجة جديدة. فخليكي دايما عندك فضول كده تسألي وتبحثي عن أفضل طرق لتطوير نفسك. لما تتعلمي صدقيني هتكوني أكتر استعداد لمواجهة التحديات، وهتقدري تلاقي فرص جديدة. وأهم حاجة إنك تؤمني إن التعلم مش بيخلص، كل يوم هو فرصة جديدة إنك تكتسبي سواء بقى علم أو مهارة. فخليكي دايما مستعدة للتعلم علشان تطوري نفسك باستمرار. رابع نقطة، العناية بالصحة. العناية بالصحة هي أساس الحياة الناجحة والمستقرة. فلو صحتك مش كويسة بعيد الشر مش هتقدري تكملي حياتك بشكل طبيعي أو تحققي أهدافك. ده مش بس بقى عن الأكل الصحي أو ممارسة الرياضة، ده كمان عن الراحة النفسية والتوازن العقلي. اول حاجة لازم تهتم بتغذيتك. مش معقول تكوني طول الوقت بقى بتاكلي اكلات غير صحية كده وتستني جسمك يشتغل بشكل سليم. ازاي؟ الاكل المتوازن زي الفواكه، الخضروات، البروتينات مهمة جدا علشان تحسن من طاقتك وتخلي جسمك يقاوم الامراض. فحاولي تبعدي عن الاكلات الفاست فود السريعة والمعلبة لانها مليانة دهون وسكريات مش صحية بالمرة. تاني حاجة الرياضة. مش لازم تكوني رياضية محترفة، لكن حتى مشي 20 دقيقة في اليوم ممكن يعمل فرق كبير. الرياضة بتحسن المزاج وبتقلل من التوتر، وده بيخلي بقى عقلك وجسمك في أفضل حالة. لو عندك وقت جربي تمرينات خفيفة زي اليوجا أو تمارين التمدد. ده هيساعدك تكوني ده هيساعدك تحسني من مرونة جسمك وتقللي من التوتر. كمان النوم مهم جدا، لما الجسم ما ياخدش راحته في النوم ده بيأثر على صحتك العامة وعلى مزاجك كمان. فحاولي تنامي ساعات كافية علشان جسمك يقدر يتجدد كده ويستعيد طاقته. وأخيرا الصحة النفسية جزء مهم جدا، فخلي عندك وقت لنفسك وابعدي بقى عن الضغوط اللي ممكن تأثر على حالتك النفسية. فالتعامل مع التوتر بشكل صحيح زي بقى التأمل، مديتيشن، أو القراءة هيخلوكي اكتر هدوء وقدرة على انك تتعاملي مع مشاكل الحياة. فالعناية بالصحة مش مجرد روتين كده وخلاص، ده اسلوب حياة لو اتبعتيه هتلاحظي فرق كبير في طاقتك وحويتك. خامس نقطة، بناء علاقات صحية. بناء العلاقات الصحية حاجة مهمة جدا في حياتنا. طبعا الحياة مش بس بقى عن الشغل او الدراسة، لكن عن الناس اللي حوالينا كمان. فالعلاقات الصحية بتديكي دعم نفسي وبتخليكي تحسي بالأمان والراحة. لكن مش كل العلاقات صحية، في علاقات ممكن تكون سامة طبعا أو مش مفيدة ليكي، ودي لازم تبعدي عنها. أول حاجة لازم تختاري الناس اللي حواليكي بعناية. فخليكي دايما محاطة بأشخاص إيجابيين اللي بيشجعوكي بقى ويساندوكي في كل خطوة. الناس دي بتخليكي تحققي أهدافك بشكل أسهل، وفي نفس الوقت بيبقوا مجرد سند ليكي كده في الأوقات الصعبة. فخليكي مع اللي بيحبوكي من غير مصالح، اللي هيكونوا بقى موجودين ليكي في كل المواقف. تاني حاجة لازم تكوني قادرة على التواصل الجيد. التواصل يعني تكوني صريحة بقى مع الناس اللي حواليكي وتعبري عن مشاعرك ومشاكلك بدون بقى خوف أو خجل. في العلاقات الصحية كل طرف لازم يكون مستعد يسمع ويقدم دعم. ما تخليش المواقف الصغيرة دي تأثر على علاقتك، لأن الحوار الجيد بيحل أي مشكلة. كمان لازم تكوني مستعدة لحدود صحية، يعني يكون عندك القدرة انك تفضلي صادقة مع نفسك
ومع الآخرين كمان، وما تسمحيش لأي شخص إنه يتجاوز حدود أو يضايقك، لأن العلاقات الصحية مش بتكون بقى كلها على بعضها كده خالية من المشاكل، لكن هتقدروا تتعاملوا مع أي تحدي مع بعض. وأخيرا خلي بالك إن بناء العلاقات الصحية بيحتاج وقت، ومش كل الناس هتكون صحية أو داعمة ليكي طبعا، فلازم تتعلمي تتخلي عن العلاقات اللي مش مفيدة ليكي، وتبني علاقات جديدة تكون قايمة على الحب والاحترام المتبادل. فالعلاقات الجيدة هتخليكي أكتر قوة وسعادة، وده بيأثر على حياتك بشكل إيجابي. رقم 6 وآخر حاجة معانا المرونة والتكيف مع التغيير. المرونة والتكيف مع التغيير حاجة مهمة جدا في حياتنا، خصوصا في الزمن اللي بنعيش فيه دلوقتي، لأن الحياة بقى مش ثابتة وكل يوم بيجي كده بشيء جديد. فلو مش عندك القدرة على التكيف مع التغيير، هتحسي إنك مش قادرة تواجبي بقى أو تتعاملي مع المواقف المختلفة اللي بتواجهك. أول حاجة لازم تعرفي إن التغيير ده جزء من الحياة، سواء كان التغيير في شغلك دراستك أو حتى في علاقاتك. مش كل حاجة هتفضل زي ما هي، وفي بعض الأحيان التغيير ده بيكون فرصة جديدة ليكي علشان تحققي الأفضل. فلما تكوني مرنة في التعامل مع التغيير، هتقدري تشوفي الفرص اللي بتظهر من وراء التحديات، وهتقدري تتعلمي من المواقف دي بدل ما تحسي كده بالإحباط. تاني حاجة لازم تتقبلي فكرة إنك مش هتقدري تتحكمي في كل حاجة، مش كل حاجة هتكون حسب ما تحبي طبعا، وفي بعض الأحيان التغيير بيحصل بدون ما نتوقعه. فبدل بقى ما تقاومي التغيير، حاولي تتكيفي مع الوضع الجديد عادي جدا وتستخدميه لصالحك. يعني لو حصل تغيير بقى في خطتك، حاولي تفكري كده في حلول جديدة بدل ما توقفي في مكانك. وفي نفس الوقت التغيير مش دايما سهل، لكن لو كنت مرنة هتتعلمي ازاي تديري المواقف الصعبة وتتحكمي في ردود أفعالك بشكل إيجابي. كمان حاولي تدوري على شيء جديد تتعلميه، أو تجربة كده في كل مرحلة جديدة، لأن ده هيساعدك تواجهي التغيير بكل سهولة. باختصار، المرونة هي القدرة على التأقلم والتكيف مع التغيير، بدل ما تعيشي في الماضي بقى أو تكوني متمسكة بحاجات قديمة. لما تتعلمي المرونة هتكوني أكتر قدرة على مواجهة أي تحدي في الحياة. وفي النهاية القرار في ايدك، انت البطلة في قصتك. خليني افكرك بحاجة، الحياة مش مستنية حد، يا اما تكوني مستعدة وتاخدي خطوات لقدام، يا اما هتفضلي في نفس المكان وتلاقي الدنيا سبقتك. الست حاجات اللي اتكلمنا عنهم مش مجرد نظريات، دول حاجات حقيقية لو بدأت تطبقيهم هتحسي بفرق ضخم في حياتك. الثقة بالنفس هتخليكي أقوى طبعا في كل خطوة. إدارة الوقت هتساعدك تسيطري على يومك بدل ما هو اللي مسيطر عليكي. التعلم المستمر هيخليكي تتقدمي للأفضل. العناية بصحتك هتديكي طاقة كده تعيشي حياتك بأحسن صورة. بناء علاقات صحية هتحافظ على راحتك النفسية. والمرونة في التعامل مع التغيير هتخليكي تواجهي أي حاجة بقى في الدنيا من غير ما تكسرك. لكن أهم حاجة في كل ده هو التنفيذ. المعلومات من غير تطبيق صدقيني ملهاش أي قيمة. علشان كده اسألي نفسك دلوقتي، إيه أول حاجة هبدأ أغيرها في حياتي؟ ما تخليش الحماس كده يبقى مجرد لحظي كده. خدي خطوة حتى لو كانت صغيرة، وهتشوفي ازاي الدنيا هتبدأ تديكي فرص اكتر. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لايك، ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس كمان عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. في النهاية خليكي فاكرة، حياتك قراراتك واختياراتك النهاردة هي اللي هترسم مستقبلك بكرة. فاختاري الصح، لانك تستحقي تعيشي حياة تستاهليها.